ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. الشيطان يتربص بأحدنا ليجره من خطيئة لأخرى، ثم يبعث فيه اليأس في التوبة والصلاح. فإن هتكنا ستر أخينا فقد كفينا إبليس عناء وأعناه عليه، واختصرنا له شوطا طويلا من الإيقاع بالبشر في حبائل الخطايا. تخيل مجيئك يوم القيامة وقد أثقلتك أوزارك وخطاياك، ثم تجد ذنوبا لك قد غفرت وعيوبا لك قد سترت، لتعلم حينها أن الله قد شكر لك وستر عورتك لما سترت على مؤمن في الدنيا. ألست بحاجة لذلك؟ من الفضائل أن ترى فلانا على قبيح فتغض الطرف عنه وتستر ما رأيت، بل الأفضل أنك تحرص على أن لا يرى أخاك إلا في تمام حاله وأحسنه. ما يدريك، لعله يتوب ويستغفر